نيجي بقى للكابتن والقائد شيكابالا كابتن نادي الزمالك، واتفقنا الكلام ما يزعلش حد عشان ما نزايدش عن بعض. عايز تضحك على نفسك مع نفسك، عايز تصالح نفسك وتشوف الصح فين، وانا والله بعد كده اي حاجة هشوفها هقول الوحش قبل الحلو. الكابتن والقائد شيكابالا كابتن نادي الزمالك بدل ما يقوم فرقته ولاعيبته ويروح لجمهوره يحمسهم، واهم حاجة التلاتة بونت، ويركز في ازاي يكسب ويرجع للدوري، لا. اول ما نزل التسخين انا بسخن عند جمهوري وهو بيسخن عند جمهوره، اسيب الملعب كله استاد القاهره 800 فدان، ويروح شيكابالا يسخن عند جمهور الاهلي. ما هو ما يعرفش ان في بينه وبينهم حساسيه، هو طبعا جاي من الهند، ما يعرفش ان هم يتنرفزوا. يروح جمهور الاهلي شايط شيكابالا عندنا، طب العبيط اهو، العبيط اهو، فيجري له جريتين كده ويرجع جريتين كده، العبيط اهو، العبيط اهو. طبعا احنا واقفين شايفين، فعايزين نرد للكابتن بتاعنا والقائد بتاعنا، فنروح شاتمين شيكابالا يقول لكم هي هي ام ابوكوا كلكم هي، ويروح جاي لنا وعامل لنا كده، فاحنا نسخن ونشتم اكتر. طب شيكابالا يقول لكم هي هي ام ابوكوا كلكم. في 30 40 ثانية المدرجين بقى يشتموا في بعض بسبب مين؟ كابتن وقائد نادي الزمالك، اللي ما يعرفش طبعا ان هو لو سخن هناك في حساسية. اسأل نفسك كده يا زملكاوي قبل ما تضحك على نفسك، لو انت في مدرجك وبصيت لقيت كهربا بيسخن تحتيك على طول، ما انت في بينك وبين كهربا حساسية، هتسيبه؟ والله لا تتشعوط. كهربا بيسخن عندي؟ طب امك يا كهربا جاي تستفزني؟ يا جماعة جمهور المدرج غير جمهور البيت، جمهور المدرج حساس جدا، اول ما بيشوف اي موقف بيتفاعل. فشيكابالا طبعا عشان هو قائد، بدل ما يركز في فرقته والتلاتة بونت ويرجع للدوري يفرح جمهوره، لا، لازم انزل استفز جمهور الاهلي فيشتمني، فجمهور الزمالك يرد فيشتمهم. خلى مدرجين يشتموا بعض في خلال 30 40 ثانية. ليه؟ عشان دي عقلية عالية، عقلية من 15 سنة، عقلية ناشئ، عقلية بترجع لورا 36 سنة 37 سنة، بدل ما ينضج ويركز في حاجات معينة بيركز في حاجات تانية. عشان تعرف بس احنا واصلين لحد فين. زملكاوي اللي بيقول الكلام ده اتفقنا هنقول الصراحة ونصارح بعضينا، والغلط نقول عليه غلط والحلو نقول عليه حلو. لو عايزين نصلح، عايزين نضحك على بعض، يبقى ندروش بقى ونعيش في كوكب تاني ونستاهل اللي بيجرى لنا. انا زملكاوي، ممكن يحصل لي حاجه بسبب الزمالك، احسن تفكر ان انا بقول عشان جمهور الاهلي سقف لي الله الواد ده بيقول الحق. انت مش متخيل انا ممكن يحصل فيا ايه بسبب الزمالك. فانا بقول لك الموقف اللي حصل، وحكم عقلك، حكم عقلك. تصرفات كابتن وقائد لنادي الزمالك ولا تصرفات ناشئ ما تطلعش من لاعب 22 سنه 21 سنه. والجمهور اللي بيضحك عليه في الاخر خلى جمهورين يشتموا بعض في 30 40 ثانية. يعني ش- شال ذنب جمهورين شتموا بعض في حركة ملهاش لازمة. لو هتتكلم اخلاقيا ما ينفعش، رياضيا ما ينفعش، دينيا ما ينفعش، كابتن وقائد ما كل حاجة ما تنفعش. طبعا انا وحش عشان قلت الكلمتين دول.